السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه مودي كروشيه. النهارده هتكلم في موضوع مهم جدا دايما بيتبعت لي في الكومنتات وبتسالوا عنه، وهو ازاي ابدا مشروع كروشيه ناجح وطبعا يكون مربح. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هتكلم معاكم في 4 نصايح مهمين علشان تبداي مشروع كروشيه ناجح. اول نصيحه بالنسبه لي وهي اهم نصيحه هو ازاي هتبتدي مشروعك ده. يعني ايه ازاي تبتدي مشروعك؟ يعني يا ترى انت هتشتغلي على القرايب والصحاب ولا هتبتدي تشتغلي وتعملي قاعده عملاء اونلاين؟ طبعا انا برجح جدا ان انت تعملي قاعده عملاء اونلاين وتبعدي خالص عن فكره القرايب والصحاب، وان انت تبتدي ان انت تعملي شغل ليهم الاول وبعد كده تتعرفي. طب ليه انا برجح كده؟ لان دايما القرايب والصحاب بيكون عندهم عشم زياده عن اللزوم، وبيوصلوكي لمرحله ان انت ممكن تحبطي وممكن ما تكمليش اصلا في المشروع ده. زي ايه؟ زي ان هم مثلا بيبتدوا يستغلوا ان هم يعرفوكي فينزلوا معاكي في السعر قوي، او ممكن اصلا يدوكي المبلغ بتاعك على مراحل، او ممكن اصلا ما يحاسبوكيش خالص على الشغل اللي انت عملتيه. طبعا ده ممكن يوصلك للاحباط، وان انت اصلا مش عايزه تشتغلي ومش عايزه تكملي لان انت ما بتكسبيش. تاني حاجة ان هما ممكن يضغطوكي نفسيا في ان انت ممكن تعملي الشغل بسرعة، او ان هما يطلبوا منك حاجات كتير وبسعر قليل. فعشان كده انا دايما برجح ان انت تقفلي خالص الباب بتاع القرايب والصحاب ده، ومن اولها كده تعملي دايما شغلك للعملاء اللي انت هتكونيهم من خلال شغلك. واي حد من القرايب او الصحاب يطلبوا منك قولي بعتذر، انا مش هقدر اعمل الشغل ده، انا مش فاضية، ورايا اوردرات تانية، لا انا مش حابه ان انا ابتدي اشتغل بصراحه للمعارف، انا عايزه شغل يكون باحترافيه لعملاء انا معرفهمش، وانا حابه دي تكون البدايه بتاعتي. شوفي اي طريقه تحبي تقوليها لقرايبك ولاصحابك عشان تقفلي خالص الباب ده. يبقى كده اول نصيحة معايا هي ان انا ابتدي واكون شغل بطريقة احترافية واعمل قاعدة عملاء ناجحة. طيب النصيحة اللي بعد كده هي ان انا ابتدي اعمل بيدج، والبيدج ده يكون اسم البراند بتاعي اللي انا ناوية اكمل فيه. يعني لازم اكون مختارة اسم براند يكون بعد كده ينفع ان هو يكون على شنط، ينفع يكون على لوجو، ينفع فيما بعد ان انت لما تفتحي الستور بتاعك يكون هو ده اسم البراند بتاعك، عشان ما تجيش فيما بعد تبقي عايزة تغيري الاسم عشان هو مش مناسب للمشروع بتاعك لما يكبر. يبقى من الاول لازم افكر في اسم صح واسم مناسب، واعمل بيدج بمواصفات صحيحة. ودي انا بشتغل دايما معاكم فيها في الكورس بتاع التسويق اللي بعمله. ان شاء الله الكورس ده هيكون جاهز للحجز فيه بعد رمضان. الخطوة اللي بعد كده بعد ما اكون عملت البيدج، حاجة اللي انا لازم ودايما بنصح بيها ولازم تكوني مفكرة فيها، هو انا هشتغل في اي قسم في الكروشيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما ينفعش اكون بتاعت كله، ما ينفعش ان انا اكون بعمل كل حاجة في الكروشيه، بعمل ملابس، بعمل مفارش، بعمل شنط، بعمل منظمات. ما ينفعش الكلام ده خالص. طب ليه انا دايما بنصح بالنصيحة دي؟ لسببين. اول سبب ان انت لما بتعملي حاجة واحدة معينة في قسم معين في الكروشيه انت بتتقنيه جدا، لكن لو انت عملتي كل حاجة عمرك ما هتكوني متقنة لكل حاجة. دي حاجة مهمة جدا. في ناس كتير شاطرة في الكروشيه وتفتكر ان هي لو عملت مفارش هتبقى شاطرة، ولو عملت ملابس هتبقى شاطرة، ولو عملت شنط هتبقى شاطرة. بس لو ركزت شوية هتلاقي ان الناس اللي متخصصة في قسم معين في الكروشيه بتكون اشطر منها بكتير. وانا طبعا مش برجح ان احنا نقارن نفسنا ببعض يعني، ولكن انت دايما لازم بتبصي على اللي حواليكي في السوق وشغالين في نفس مجالك. فعشان كده دايما برجح ان انت تكوني مختارة قسم معين بتشتغلي فيه. ايه السبب التاني اللي يخليكي برضو ان انت تتخصصي وما تبقيش بتاعت كله؟ ان انت تتعرفي عند العميل بحاجة معينة انت بتعمليها. تتعرفي بمثلا ان انت بتعملي ملابس، او بان انت بتعملي مفارش، او بتعملي شنط. فالعميل بعد كده مجرد ما بيشوف البيدج بتاعتك ومجرد ما بيشوف اسمك خلاص بيعرفك لان انت مميزة بحاجة معينة عنده. فدي مهمة جدا في التسويق وبتفرق جدا. والنقطة دي انا دايما بأكد عليها ان انت كبداية ليكي لازم تركزي في حاجة واحدة. هتيجي تقوليلي طيب انا دلوقتي مثلا بحب المفارش بس مش بحب الجزء بتاع التقفيل، او بحب اللعب الاطفال والامجرومي بس انا مش بحب مثلا الجزء بتاع التشبيك والجزء بتاع التقفيل مثلا. هقولك ده طبيعي جدا، بس مش الطبيعي ان انا اكون بعمل حاجة ومش طايقة كل تفاصيلها، او مش بحب كل الخطوات بتاعتها وبحب مثلا اخر خطوة خالص او اول خطوة خالص. ما ينفعش.
لازم اكون الحاجه اللي انا اخترتها انا بحب تفاصيلها كلها، ما عدا مثلا خطوه واحده انا مش بحبها. يعني مثلا لو هنيجي في المفارش، بتحبي تعملي الوحدات، بتحبي ان انت تدخلي الالوان، بتحبي ان انت تشبكي، بس ممكن تكوني مش بتحبي بس تنظيف الخيوط عشان بيكون كتير شويه. او مثلا الشنط بتحبي تعملي كل حاجة في الشنطة، بس مثلا مش بتحبي برضو الجزء بتاع التشبيك بتاعها او الجزء بتاع البطانة والاكسسوارات اللي انتي بتحطيها. ده طبيعي. مع الوقت لما تتقني الشغل هتلاقي نفسك خلاص مش بتحبيه بس بتعمليه باتقان. فدي حاجة عادية خالص. لكن ان انتي تكوني مش طايقة كل تفاصيلها من اولها لاخرها، ما انصحكيش ان انت تبداي في القسم ده. لازم تفكري في حاجه انت تعمليها بحب وانت مرتاحه لكل تفصيله بتعمليها فيها، عشان ما تجيش في النص تلاقي نفسك اتضايقتي، مش قادره تكملي، حاسه انت مش قادره تشتغلي. مع الوقت لما يجيلك اوردرات كتير تلاقي نفسك مش طايقه وحاسه ان انت يعني حاسه كده بخنقه ان انت داخله تعملي الشغل ده. لازم تكوني بتعملي الحاجه بحب وبتعمليها وانت عندك حماس ان انت هتبدايها وتخلصيها وتشوفي النتيجه النهائيه بتاعتك. طيب، الخطوة الثالثة او النصيحة الثالثة اللي انا بنصح بيها هي انك تبتدي تعملي شغلك وتصوريه وتنزليه في الاول. ما بنصحش ان انت تعملي يعني شغل كتير قوي وتعملي راس مال كبير وتنزلي شغل كتير وتيجي في النص تلاقي الشغل ده ما بيتباعش. وده طبيعي جدا، ممكن ما يتباعش عشان انت لسه ما تعرفتيش. فعشان ما تخسريش وتيجي في النص يعني ما ترضيش تكملي المشروع وتحسي باحباط، انا بنصحك في الاول ان انت تعملي يعني منتج 2 3 وياخد منك وقت وتصوريهم. ويستحسن ان انت كمان تصوري الخطوات وانت شغاله وتنزلي، تعملي مثلا فيديوهات صغيره وتنزلي. ده بيعمل شغل على الفيديو، بيعمل ريتش كويس على الفيديو فيما بعد. وبعد كده تبتدي بقى ان انت ممكن تاخدي صور من النت وتكتبي عليها دي متاح للتنفيذ بتاعك، بحيث ان العميل يعرف ان ده شكل الشغل بتاعك وده شكل صور من على النت، لو حابب ان هو ياخد افكار ويقولك مثلا انا عايزه او عايز المنتج ده ممكن تنفذيهولي. فمهم جدا ان انا اول ما ابتدي البيج بتاعي اكون منزله شغلي انا، مش شغل من على النت وخلاص واقعد انزل في صور من على النت واقول ده متاح التنفيذ. دي لازم يكون فيه مصداقيه وما يكونش فيه يعني شيء كده من ان انا يعني بنزل حاجات وخلاص وانا بعمل الشغل ده كده مفيش مصداقيه. والعميل ممكن يحس ان يعني انا لا مش مرتاح للبيدج دي او خايف ان انا اطلب من البيدج دي. فمهم جدا ان انت تعملي شغل ليكي وتنزليه وتصوريه تصوير حلو. استثمري في التصوير، ما تعمليش تصوير كده وخلاص، او الاضاءه ما تكونش حلوه، الايديت ما يكونش حلو. حاولي دايما تستثمري في التصوير وتصوري صور حلوه وتنزليها، ومع الوقت هيبتدي يطلب منك اوردرات. اخر نصيحة واهم نصيحة، ودي حاجة شغالة شوية على الجزء النفسي او المايند سيت بتاعك، ان انتي حاولي يعني تتقبلي فكرة ان انتي ممكن تحبطي في النص. طبيعي ان انتي ممكن يجيلك احباط، طبيعي ان انتي ممكن تحسي ان انتي لسه مش بتكسبي قوي، لسه ما تعرفتيش قوي. ده شيء طبيعي. اهم حاجة حطي في دماغك ان انتي طول ما انتي مستمرة انتي في يوم من الايام هتكسبي وهتحققي انتشار والبراند بتاعك هيكون ناجح طالما انتي بتستمري وبتسعي وبتعملي اللي عليكي. لازم دايما تبقي حاطه في دماغك ان ربنا عمره ما هيضيع سعيك ابدا. وطول ما انتي شغاله حطي في دماغك كده. ولما يجيلك لحظات الاحباط تقبلي الوضع ده. ممكن تاخدي بريك شويه من الشغل، تاخدي بريك من ان انتي تعملي اي مجهود او اي شغل على الصفحه بتاعتك، وتريحي خالص وتفصلي وتستمتعي بوقت يكون ليكي مخصوص. وبعد كده ترجعي تاني تكملي. وحاولي الوقت ده ما يكونش وقت كبير عشان الناس اللي تعرفك ما تنساكيش، فتبتدي تعملي من اول وجديد قاعده عملاء جديده. حاولي ان انت دايما تبقي متواجده على البيدج بتاعتك ويكون عندك استمراريه وبتنزلي شغلك. ده هيفرق معاكي جدا، بس ممكن يكون مش في الوقت القريب، هيكون على المدى البعيد طول ما انت شغاله ومستمره. اتمنى تكون النصايح فادتكم وفرقت معاكم، ويا ريت تكتبوا لي لو في نصيحه فرقت معاكي وحسيتي ان هي النصيحه دي كانت مهمه ليكي قوي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نسعر شغلنا وازاي يكون في ربح لينا طالع لنا من المنتج اللي انت بتعملوه. ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم ويفرق معاكم. شكرا لمتابعتكم معايا.